في 3 من شهر أغسطس آب عام 2011 بدأت في القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهم الفساد وقتل المتظاهرين. كان مع مبارك في قفص الاتهام ابناه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من قادة الشرطة السابقين. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. ترى ما الذي كان يفكر فيه الدكتاتور ذو 83 عاما في ذلك اليوم؟ هل كان يعود بالذاكرة إلى رحلة العمر التي أتت به إلى هذا المكان؟ الرئيس محمد حسني مبارك قائد جيل أكتوبر. أتعرف هو لم يحلم أبدا أن يكون رئيسا. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. هو لم يحلم أبدا أن يكون حتى نائبا للرئيس. رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. هو نفسه كان شايف كده. هو نفسه كان شايف ان اقصى طموحاته انه يبقى سفير في لندن. اشمعنى سفير في لندن؟ اشمعنى لندن بالذات؟ هل في عقد معينه مثلا انا ما اعرفهاش ولا ايه؟ اشمعنى لندن؟ عشان مدام ولا في ايه بالظبط؟ زوجته سوزان ثابت تعرف انها نصف بريطانيه. لقد كانت عاشقه للسلطه. كانت تدرك أنها هي صاحبة البلد، وأن الشعب المصري مهما راح أو جه هو في النهاية يعني هي صاحبة العطاء الأساسي عليه. وكانت تقول الناس دي ما بيتمرش فيها حاجة، احنا قدمنا لهم كل اللي نقدر نقدمه. كانت ذات لسان سليط. هنا التقى حسني وسوزان أول مرة عام 58 نادي هليوليد الرياضي. كان حينها نائبا لقائد الكلية الجوية، لكنه لم يكن قد زار هذا المكان من قبل. كان منير شقيق سوزان الأكبر من تلاميذه، وقد دعا مدرسه للاحتفال بتخرجه والالتقاء بعائلته. كانت هذه هي الدعوة التي غيرت حياة مبارك. كان اختلاطنا يعني دايما مع بعض وعلاقاتنا كانت قويه جدا. دايما المدرس وتلميذه بيبقى في علاقه في الطيران بالذات، علاقه قويه جدا. قالت سوزان ذات مرة في لقاء تلفزيوني إنه كان حبا من أول نظرة. من يدري؟ لكن المؤكد هو أن حسني مبارك وبسرعة كبيرة قد أصبح مقربا جدا من عائلة ثابت، وتكررت زياراته لمنزلهم هنا في ضاحية مصر الجديدة. هو رأى عالم مختلف تماما، لقى أسرة إلى حد ما راقية. نمط التعليم اللي هم حصلوا عليه نمط مختلف. سلوك حتى في الأكل وتقديم الأكل واللبس بتاعهم نموذج مختلف تماما وجديد عليه. صحيح، سوزان وحسني كانا ينتميان إلى عالمين مختلفين تماما. ليس فقط لأنه كان يكبرها ب13 سنة، بل لأنها كانت من عائلة ذات حظوة. فوالدها كان طبيبا، ووالدتها كانت أجنبية بريطانية من ويلز. ظهرت سوزان في إحدى المجلات عام 55. قالت وقتها إنها تحلم بأن تكون مضيفة جوية، وإن مثلها الأعلى هي راقصة الباليه البريطانية مويرا شيرر. كانت لاعبة جمباز ولاعبة سباحة. كانت عضوة هنا وكانت بتلعب ألعاب كتير، وكانت مشهورة بالباليه المائي ومشهورة في الجمباز وتنزل حمام السباحة. في القرية التي جاء منها مبارك لم تكن هناك أي حمامات سباحة أو نواد للرياضة. كانت كفر مصيلحة قرية فقيرة عندما ولد مبارك عام 28.
تغيرت بعض الأشياء في القرية. الشيء الوحيد الذي بقي على حاله أنها لا تزال فقيرة. هذا هو منزل عائلة مبارك الذي هدم في مطلع الثمانينيات، وهذا هو الشارع الذي ترعرع فيه الشخص الذي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية. نشأة الرئيس مبارك في قرية كفر مصلحة أعتقد أنها نشأة تتشابه كتير قوي مع الأطفال الأسر، مش عايز أقول الفقيرة ولكن ممكن تكون المعدمة يعني هو كان طفل الأسرة، الأب فيها كان شغال يعني كاتب في محكمة، الأم كانت سيدة منزل لا تقرأ ولا تكتب. دخل الأسرة كان دخل يكفي بالكاد يعني، لدرجة أنه لما كانت تدخل اللحمة البيت كانت تبقى مناسبة سعيدة يعني. لعله كان ولدا فقيرا مثل جميع أبناء القرية، لكن الفقر لم يمنع أبدا أبناء كفر مصيلحة من الحصول على شيء مهم، التعليم. كان الفضل في ذلك إلى واحدة من أشهر الشخصيات التي تنتمي إلى القرية، عبد العزيز باشا فهمي. قبل أكثر من 100 سنة كانت شهرته قد فاقت كفر مصيلحة لتصل إلى جميع أنحاء مصر. عبد العزيز باشا فهمي من الناس اللي حطوا بصمة في البلد هنا، عمل المدرسة الأزهرية وبنى دار المناسبات وبنى جامع، خلاف ان هو ليه شعبية جامدة في كل شيء يعني. الناس كلها هنا، البلد كلها هنا بتحترمه وتقدره. بفضل رعاية فهمي باشا للفقراء استفاد أبناء القرية من التعليم المجاني في المدرسة التي أسسها. في مكان آخر في مصر كانت هناك عائلات أخرى في غنى عن هذه المعونة. في نفس السنة التي ولد فيها مبارك تشاء الصدف أن يسافر صالح ثابت الذي سيكون والد زوجة مبارك في المستقبل، سيسافر إلى ويلز كي يدرس الطب. هذا هو طلب الالتحاق الذي قدمه صالح إلى الجامعة. يلاحظ أنه أشار إلى عمل والده باعتباره صاحب أطيان. لا بد أنه درس في كلية ويلز للطب في كارديف، والتي من المؤكد أن بعض أحيائها وقتئذ كان يسكنها أناس من جنسيات متعددة. بينما كان طالب الطب المصري الشاب يدرس في كارديف، التقى بممرضة من الريف الويلزي. بعدها بفترة اصطحبت ليلي ماي بالمر إلى هذا المنزل المتواضع في قرية بونتي بريد صديقها المصري كي يلتقي بوالديها. لم يكن أحد يستطيع أن يقول إن بونتي بريد كانت قرية متعددة الثقافات، فقد كانت دائما مجتمعا منغلقا لعمال مناجم الفحم. لعل الوضع لا يزال غريبا حتى يومنا هذا، فما بالك حينها؟ لابد أنه كان من المدهش أن تأتي إلى المنزل وتعرف عائلتها به، لأنه لم يكن من المألوف بتاتا لأي شخص من أي عرق أو لون أن يأتي إلى الريف في جنوب ويلز في ذلك الوقت. لعله كان من المستبعد جدا على سبيل المثال أن يأتي إلى المنطقة إيطاليون، فما بالك بشخص من مصر؟ كان تشارلز والد ليلي عاملا في مناجم الفحم، ومثل الكثيرين من أبناء الطبقة العاملة في بريطانيا وقتئذ لم يكن ليقبل أن ترتبط ابنته بشخص أجنبي. قاعة بلدية فينسبري في شمال لندن. إلى هنا فر صالح ثابت وليلي بالمر عام 34 كي يعقد قرانهما. كانت أخت ليلي هي الوحيدة من بين أفراد العائلة التي حضرت في ذلك اليوم. أعتقد أنها كانت تقريبا فضيحة، أعتقد أنها أثارت الاستهجان والكثير من الاستغراب. ما الذي فعلته ليلي بزواجها من هذا الرجل؟ نحن لا نعرفه، إنه أجنبي لا يأكل نفس الطعام الذي نأكله. أعتقد أن ما حدث كان صدمة لسكان القرية عندما علموا بما فعلت. بعد سنتين وفي عام 36 سافر الزوجان إلى مصر وأنجبا أول أبنائهما منير الذي أصبح فيما بعد تلميذا وصديقا وصهرا لحسني مبارك.
وفي عام 41 وإبان الحرب العالمية الثانية ولدت سوزان صالح مصطفى ثابت. كانت قريتها نزلة ثابت تحمل اسم العائلة التي كانت تملك معظم الأطيان المحيطة بالقرية. نشأت سوزي نشأة طفلة مدللة. أما طفولة حسني مبارك فقد كانت على النقيض. كان يمشي 4 كيلومترات يوميا كي يذهب إلى المدرسة الثانوية. كما هو حال هؤلاء الصبيان في قريته اليوم، كان يعشق الرياضة ولم يفتر لديه ذلك العشق أبدا. وكما هو حال معظم الصبيان فقد كان الالتحاق بالجيش بالنسبة له هو أحد الطرق للانعتاق من الفقر. لم يكن ذلك بالأمر السهل، فالالتحاق بالجيش كان يحتاج إلى توصية. لحسن الحظ كان والده يعمل كاتبا في محكمة شبين الكوم. قد تبدو علاقات، مش عايز أقول يعني شفقة، لكن تبدو علاقات تعاطف من معارف والده في المحكمة. مستشارين وقضاة تدخلوا لإدخال مبارك الكلية الحربية. منذ أن غادر مبارك قريته للالتحاق بالكلية الحربية لا يذكر أنه عاد إليها مرة أخرى. السبب الأول أن العلاقة بينه هو وبين والده ربما لم تكن علاقة جيدة مع الأعمام والأخوال. الأمر الثاني أنه لم يكن هو بالأساس محبا للقرية ولا للناس ولا ودودا في التعامل معهم. في عام 49 تخرج مبارك من الكلية الحربية ملازما في اللواء الثالث مشاة، لكن عمله في الجيش لم يستمر طويلا. بعد 4 أشهر من تخرجه أعلنت الكلية الجوية عن قبول دفعة جديدة من المتدربين. لم يكن مبارك ليضيع تلك الفرصة. نعم، هذا هو الملازم محمد حسني مبارك، الطيار في سلاح الجو الملكي المصري. بعد تخرجه في مارس آذار عام 50 ألحق مبارك بسرب مقاتلات من طرازي سبيتفاير وهيراك. لكن مع مطلع الخمسينات دخلت مصر عصر الطائرات النفاثة بأول سرب من طائرات ميتيور البريطانية. تم اختيار مبارك للتدرب على المقاتلات الجديدة. كان اختيارا يدعو للفخر، لكنه أيضا كان أول خيبة أمل في حياته. عشان تطير مقاتلات you need to have a lot of قدرات في اتجاهات كتير معينة، منها سرعة اتخاذ القرار، منها سرعة رد الفعل، منها انك انت يكون عندك مبادئ. لا، هو ما كانش سريع القرار ابدا، ما كانش ردود افعاله سريعة. عندما فشل مبارك في التدريب على طائرات الميتيور تمت إعادته إلى الكلية الجوية لتدريس الطيران. هو قعد في كلية الطيران فترة، وهناك لقى نفسه، لأن هو بطبعه عنده موضوع التعالي شوية، ده الاستبداد، السلطوية. وانت بقى بتدرس لطلبة محدش هيقاومك، انت ما عندكش كابابيلتيز في المجالات الأخرى، فلقيت نفسك بقى في الكلية. في اللحظة التي تغير مسار حياة مبارك كان التغيير قدر مصر أيضا. في 23 من يوليو تموز عام 52 قامت مجموعة ضباط الأحرار بانقلاب عسكري على الملك فاروق. لم يدعي مبارك أبدا أنه شارك في هذه العملية. بعد 3 أيام من الانقلاب على الحكم خرج فاروق من البلاد عن طريق البحر إلى المنفى، وتحولت مصر إلى جمهورية.
داوم الرئيس جمال عبد الناصر على حضور حفلات التخرج في الكلية الجوية، وكان من الطبيعي أن يلتقي بمبارك، لكن مبارك لم يكن راغبا في السياسة بتاتا، بل كان يريد أن يواصل الحياة التي يعيشها. الحقيقة هو لم يكن لديه أي حياة خارج نطاق الكلية. يعني هو لا كان بينزل أجازة يروح كفر مصالحة لأن هو مقاطعهم، وده شيء معروف للكل يعني، ولا كان عنده بيت في أي حتة، ولا كان له أصدقاء، فكان هيعمل إيه غير إنه يقعد في الكلية. تغير كل ذلك بطريقة درامية عندما اصطحبه تلميذه منير ثابت إلى نادي هليوليدو في صيف عام 58. قلت لكم سابقا كانت تلك هي الدعوة التي غيرت حياته. بعد ذلك بعام واحد تزوج حسني مبارك من سوزان ثابت. كان هو في 31 وكانت هي في 18. هنا سكن في ضاحية مصر الجديدة الراقية، وحتى يومنا هذا لا يزال اسمه مكتوبا على صندوق البريد. كان يعني ما بيختلطش خالص بالجيران، كنت أراه وأنا رايح الجامعة الصبح، هو كان العربية الجيب بتاعته تيجي صباح الخير صباح الخير، فهو وأسرته كانوا إلى حد ما يميلوا إلى الأسرة المغلقة، ما كانوش متسعين على جيرانهم، ما كانش في أي تظاهر بعكس الجيران اللي كانوا موجودين تانيين في البيت. كانت أسرة سوزان تسكن قريبا منهما. أحب العريسان المكان، وسكن هذه الضاحية لأكثر من 50 عاما. مبارك كان يحتاج إلى نافذة على العالم الراقي، على المجتمعات يعني العليا في مصر، لأنه كان يبحث عن صعود اجتماعي. وسوزان ثابت كانت تبحث أيضا عن شخصية يعني في الوقت ده هو كراجل طيار قدامه مستقبل ضخم جدا، فعندما ترتبط به يمكن أن تكون لها أي مكانة أو أي دور في المجتمع. في نفس السنة التي تزوج فيها مبارك عاد مرة أخرى إلى الطيران. اشترت مصر سربا من قاذفات إليوشن 28 من الاتحاد السوفيتي، واختير مع غيره لقيادة تلك الطائرات. وفي عام 62 عندما حصلت مصر على 30 من قاذفات توبولوف 16 الثقيلة، انتقل مبارك لقيادة الطائرات الجديدة. قد لا تكون تلك طائرات مقاتلة، لكنها كانت على الأقل وحدات قتالية. القاذفات عادة بيبقى ماشي في الروت بتاعه محمي بالمقاتلات، طيارته تقيلة مش مانوفربل زي المقاتلات، وبالتالي مش محتاجين منه قوي ان هو يكون عنده الكابابيلتيز دي يعني. وبما أن سعادة الإنسان لا تكتمل إلا بالأولاد، لم تتأخر سوزان في إهداء مبارك صبيين، أكبرهما على وجمال الذي ولد بعد أخيه بسنتين في عام 63. الولدان هما قرة عين والدهما. الأب يمكن أن يترك أي عمل في العالم ليستمع عن خبر عن أحدهما أو يطلب ميزة له أو يتحدث عنه، يعني يتحدث عن أولاده بكثير من المودة والعطف والعاطفة. لم تترك مهام مبارك في القوات الجوية مجالا كبيرا لأسرته، فقد تمت ترقيته لقيادة لواء القاذفات الثقيلة، وأخيرا تحقق حلمه في القيام بمهام قتالية، ولكن ليس ضد إسرائيل. إنها قصة طويلة، خلاصتها أن حكومة الجمهورية اليمنية طلبت من مصر المساعدة في حربها ضد القبائل الموالية للأسرة الملكية في اليمن، وهكذا انتهى الأمر بمبارك إلى قصف رجال القبائل اليمنية، لكن بعد بضع سنوات سيجد نفسه في الجانب الذي يتلقى الضربات. في 5 يونيو حزيران عام 67 شنت إسرائيل هجوما على مصر، وخلال الساعة الأولى كان معظم سلاح الجو المصري قد دمر على الأرض. كان مبارك وقتئذ في الجو يقود مهمة تدريبية بمشاركة 10 قاذفات. اتجه جنوبا إلى الأقصر ظنا منه بأنه سيكون هو وطائراته في مأمن،
لكنه كان مخطئا. في غضون دقائق من الهبوط دمر الإسرائيليون كل طائراته أمام عينيه. لم تهزم مصر كدولة فحسب، بل كانت المسألة إهانة شخصية لمبارك أيضا. بدلا من العودة جوا إلى القاعدة، كان عليه هو وطواقمه الرجوع بالقطار وهم لا زالوا يرتدون بالذات الطيران. أكيد كان حاسس بأسى شديد وحزن شديد، والهزيمة وحشة، الهزيمة وحشة أوي في منتهى القسوة. من بعد يعني فخار وإحساس بالقوة يحصل اللي حصل، طبعا أنت بتنطوي تماما وبيحصل لك أزمات نفسية شديدة. كلنا حصل لنا الحكاية دي الحقيقة، في ناس عدوا منها وفي ناس ما عدوش وبطلوا طيران خالص. كان مبارك واحدا ممن لم يعودوا أبدا إلى الطيران، والسبب أنه كلف بقيادة الكلية الجوية. كانت الأولوية القصوى هي إعادة بناء القوات المسلحة، وقد كان مسؤولا عن تخريج الطيارين الجدد. هذا الرجل كان كفء في هذا المجال. لابد أن التاريخ العسكري يشهد له أنه هو خرج من تحت إيده في الكلية الجوية لا يقل عن 380 من أكفأ طيارين القوات المسلحة اللي بعد كده قدرنا نخش بيهم حرب 73. في مارس آذار عام 69 وصل الرئيس عبد الناصر إلى الكلية الجوية في زيارة مفاجئة. عندما تقدم مبارك للتحية عبد الناصر التفت إليه وسأله: أنت بتعمل إيه هنا؟ اعتقد مبارك أن ذلك يعني نهاية خدمته العسكرية، ولكن الرئيس قصد شيئا آخر، فخلال أشهر قليلة تمت ترقية مبارك إلى منصب رئيس أركان القوات الجوية. لكن ناصر لم يعش طويلا بعد ذلك، ففي سبتمبر أيلول عام 70 توفي بنوبة قلبية عن 52 عاما. ومن حسن حظ مبارك أن كان لديه حظوة لدى خلف عبد الناصر ونائبه أنور السادات، فبعد 18 شهرا من حلف السادات اليمين الدستورية تم تعيين مبارك قائدا للقوات الجوية. كان يعرف جميع ضباط القوات الجوية بالاسم ثلاثي، ويعرف كل حاجة عن حالتهم العائلية واللي عنده مشاكل. دي كانت خلت معظم الجيل اللي بتاع 73 اللي اشتغل معاه ده ان احنا كنا مستعدين نرمي نفسنا في النار عشان. أكتوبر تشرين الأول عام 73 كانت مصر مرة أخرى على موعد مع الحرب، لكنها كانت معركة مختلفة هذه المرة، وكان الطيارون على مستوى المسؤولية. في فبراير شباط عام 74 أقام الرئيس السادات احتفالا في مجلس الشعب تكريما لأبطال حرب أكتوبر. لواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات. تمت ترقية مبارك إلى رتبة الفريق، لكن أشياء أخرى كانت في انتظاره. مطلع أبريل نيسان عام 75 كان الفريق حسني مبارك في 47 قائدا للقوات الجوية المصرية، وهو ما يعد بالتأكيد ذروة طموحه العسكري، لكنه لم يكن يتوقع أن يصل إلى أبعد من ذلك. على الهاتف تم استدعاؤه لاجتماع مع الرئيس السادات. هل ستكون أخبارا سارة؟ وظيفة مدنية مريحة مثلا؟ قال مبارك فيما بعد إنه حلم بمستقبله وهو يمر في شوارع القاهرة متجها إلى منزل السادات. رئيسا لشركة مصر للطيران
أم سيكون منصبا أفضل سفيرا في لندن؟ كان ذلك أقصى ما يمكن أن يحلم به مبارك. في علاقة كده خفية ما بين المصريين ولندن، يعني مش لمبارك بس، يمكن لغة، يمكن دايما الإعلام بيفوكس على حاجات في لندن، الأفلام الإنجليزية اللي كنا بنشوفها وإحنا صغيرين، المناظر السياحية بتاعت لندن، فدي حاجة عند المصريين كلهم مش عند مبارك. في هذا جزء من الحقيقة، لكن مبارك كانت له أسبابه الخاصة. يجب ألا ننسى أن زوجته سوزان نصف بريطانية. تخيل شعورها الغامر وهي تعود إلى بلد والدتها كزوجة للسفير. وهي تتبضع في متاجر لندن الراقية، وهو يلبس بدلات يخيطها له خصيصا أشهر خياطي المدينة، وربما يكتب اسمه على هذه البدلات. بعد 25 سنة من العمل المخلص في القوات المسلحة كان ذلك هو أقل ما يستحقه. كان يحب الأناقة، يحب الأحذية، كان يحكي لي إنه بيلبس جزم من الخمسينات، ساكسون، جزم إنجليزية، وكان يلبس بدل كتيرة ويغير، يعني كان مغرما باللبس شوية. إذا كانت أحلامه كلها منصبة على الأحذية والبدلات، فقد كان الواقع عندما وصل إلى منزل السادات أبعد مما سمح له به خياله. كان أمله أنه يعينوا رئيس مصر الطيران، أو يعني إذا زادت شوية يعينوا محافظ، وإذا ضربت علوة قوي يعينوا سفير. فلما عينوا نائب رئيس الجمهورية حصل له نوع من الخلل، حتى ضرب تعظيم سلام اهتزت القاعة من خبطة رجليه في بعضها. قد لا يكون ذلك شيئا توقعه أو طلبه، لكن منصب نائب الرئيس جلب امتيازات كثيرة لأفراد العائلة. فكما يمكن أن تتوقع لشخص في هذا المنصب، خصصت للعائلة فيلا جميلة في ضاحية مصر الجديدة. وبالنسبة للولدين أصبح بإمكانهما الالتحاق بالمدرسة التي درس فيها ابن الرئيس السادات، مدرسة سان جورج. لا، أنا جمال بالتحديد كنت درسه في إعدادي في مادة الرياضيات. جمال كشخصيته كطالب كان ملتزم جدا جدا، لدرجة إن هو كان مهتم جدا بنظافة لبسه، مش عشان هو ابن رئيس جمهورية، يبدو إنه ده الكاركتر الخاص بيه هو. ما كانش يحب إنه يتصرف تصرف غلط ينتقد عليه. علاء هو اللي كان يعشق الرياضة والكورة على وجه التحديد يعني. لا، كان فريق الكرة بتاع المدرسة، هو محبوب بين أصحابه جدا. يعني لو هعمل مقارنة بينه وبين جمال، لا جمال بيؤدي حاجته وخلاص. علاء لا، علاء اتحرك. ثمة مصادفة تثير الاهتمام، فزوجة الرئيس السادات جيهان نصف بريطانية، وزوجة النائب مبارك سوزان نصف بريطانية. كانت جميع الأعين موجهة نحو جيهان، أما سوزان وحسني فاختار البعد عن الأضواء وسار في ظل السادات وزوجته. عندما عادت جيهان إلى الجامعة قررت سوزان أن تحذو حذوها، وهكذا وفي سن 34 التحقت بالجامعة الأمريكية لدراسة علم الاجتماع. كانت سوزان مبارك تلميذة مجدة مجتهدة، ما كانتش يعني حدث الذكاء، ولكنها كانت فوق متوسط من الذكاء. كانت حريصة على أن تظهر بمظهر المهموم بمشكلات مصر. بعدما حصلت على الليسانس تقدمت سوزان للحصول على الماجستير. كان موضوع الرسالة الفقر في مصر.
لأول مرة ذهبت إلى أماكن في مصر لم تكن قد رأتها من قبل. شتان ما بين سوزان ودرجاتها العلمية وزوجها الرجل ذوي الخلفية العسكرية. لا أعتقد أنه كان يواظب على قراءة الصحف قبل أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية. لا أعتقد أنه فرغ من قراءة كتاب معين. الرجل كان ميدانيا يحب الالتحام بالناس والحديث، ولكنه لا يحب القراءة ولا يتحمس للكتابة. وكانت شغلته في الأول إنه يودي رسالة، يجيب رسالة، يحضر عزة، يقوم بالمشاوير اللي تحتاج جهد، يسافر الصين، يسافر هنا. وكانت سفرياته كتيرة، يعني ما كانش يمر شهر غير لما يسافر في بلد. لا أعتقد إن كان مبارك يتذكر عدد البلدان التي زارها خلال ال6 سنوات ونصف التي كان فيها نائبا للرئيس. ربما كان يسافر باستمرار، لكنه في الواقع لم يكن له أي دور مهم، كان يعيش فقط في ظل السادات. وتقديري الشخصي أن الرئيس السادات لم يكن ينتوي أن يظل مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، وأنه يكون هو اللي هيجي رئيس الجمهورية بعد كده، لأنه كان يعلم قدراته جيدا، ويعلم أنه خياله محدود جدا، وخبرته السياسية تكاد تكون معدومة. إنما هو كان ضابط كويس وسترونجلي بيلت، قول الجثمان، إنما ما كانش هنا في حاجة خالص. أقول لك إن هو رئيس بالصدفة ونائب رئيس بالصدفة وكل حاجة بالصدفة في نظام يعشق الولاء. 6 أكتوبر تشرين الأول عام 81. صدفة أخرى في حياة مبارك، لكن هذه المرة ستكون أهم الصدف على الإطلاق. قتل السادات و11 شخصا وجرح 28، أما مبارك فكان من الناجين. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. مات الرئيس، عاش الرئيس. كما حدث للسادات عندما توفي عبد الناصر فجأة، كان من الطبيعي أن يتولى مبارك كنائب للرئيس منصب رئاسة الجمهورية. خلف الأبواب الموصدة تمت الترتيبات لتوليه الرئاسة. كالعادة تقرر إجراء استفتاء شعبي، لكن النتيجة كانت أمرا محسوما، وهكذا أصبح حسني مبارك رابع رئيس لجمهورية مصر العربية. الرئيس محمد حسني مبارك. كنا في قصر العروبة وطالعين وصلني، ولكن أنا بقيت رئيس، أنا بقيت رئيس، وعمل ورقص كده، واحنا لسه في قصر، لسه يعني تقريبا على الباب، يعني يمكن لو كان والباب كان مفتوح، يمكن لو حد واقف كان شافه، وبقيت رئيس وبقيت رئيس، ما كانش مصدق. خلال أسابيع أطلق مبارك سراح جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلهم السادات، بل تمت دعوة أول دفعة من المفرج عنهم إلى لقاء مع الرئيس الجديد. وعندما جاء حسني مبارك إلى المسرح لم تكن قد أعدت له
مراسم تمهيدية. يعني لم يكن الجمهور في مصر والمجال العام في مصر قد تهيأ لاستقباله كرئيس، وبالتالي فهو دخل من باب التواضع، ودخل من باب قريب إلى الواقع، وبالتالي كان الجمهور مستعدا لأن يتآلف معه كرجل منضبط يمثل المؤسسة العسكرية. قد يبدو هذا الأمر غريبا الآن، لكن في ذلك الوقت عرف مبارك بالاستماع إلى أهل الخبرة واشتهر بالأخذ بالمشورة. أما الصفة الأبرز فيه حينها أنه كان قريبا من الجمهور. كان في هذا الوقت الرئيس راجل بسيط متواضع، ضرب جرس وطلب من زكريا عزمي ورقة وقلم عشان يكتب اللي أنا كسفيرة بقوله له. بيسألني على أبناء الخارجية، مين المتميزين فيهم، إيه رأيي في تعيين فلان. الحقيقة الرئيس في فترة الثمانينات كان مختلف تماما، كان إنسان عادي وبسيط ومحب للعمل المظبوط. في السنوات الأولى من رئاسة مبارك للجمهورية أراد أن يكون مختلفا، وبدأ عازما على اجتثاث أسوأ ما حدث في عهد السادات. قدم السيد عصمت السادات اللي هو شقيق الرئيس الراحل أنور السادات إلى محكمة القيام وإلى المدعي العام الاشتراكي للتحقيق في قضايا فساد اتهم بأنه يمارسها، ودي كانت محاكمة مهمة جدا، وأشاعت جو من الاعتقاد بأن هناك إصرار على أن يكون هناك الحكم طاهر ونزيه، وأنه لن يترك أي فاسد دون أن يلحق. أما بالنسبة لأفراد عائلته فكان من المفترض أن يكونوا أنقى من النقاء، ولم يكن مسموحا أن يكون هناك أي مجال حتى لأقل اتهام لهم باستغلال النفوذ. كانت سوزان قد حصلت على الماجستير، لكنه لم يكن من الوارد أن يكون لها أي دور بارز، وحرص زوجها على أن تبقى بعيدة عن الأضواء. الجمهورية احتفلت بقدوم مبارك ونشرت صفحة عن السيدة الأولى الجديدة، فاحتد جدا مبارك على محسن محمد، وهذه رواية رواها الأستاذ محسن محمد بنفسه يعني، وطلب منهم أنهم لا يتوسعوا في نشر صور زوجته لأنه راجل فلاح وما يحبش أنه بيته وأخبار بيته وأهل بيته يبقوا على المشاع. لندن 2 فبراير شباط عام 83، أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس مبارك إلى بريطانيا كي يلتقي برئيسة الوزراء مارغريت تاتشر. اغتنم مبارك وزوجته الفرصة فالتقيا مع بيريل ابنة خال سوزان وزوجها ألان في واحد من أرقى فنادق لندن. كان يقيمان لبضعة أيام في فندق كلاريجز بلندن، وقد ذهبنا أنا وبيريل وحماي وحماتي وأولادي جميعا إلى هناك. أعتقد أننا كما نقول في ويلز ارتدينا أفضل ملابسنا. كان من الواضح أن سوزي وبيريل كانتا مسرورتين بلقاء بعضهما بعضا مرة أخرى، لأن سوزي كانت تهتم كثيرا بأصولها الويلزية. عائلة بالمر، عائلة سوزان الويلزية. يتبين من الإهداءات على هذه الصور المرسلة من مصر أنه رغم بعد المسافة بين سوزان وعائلة أمها إلا أنها بقيت قريبة منهم عاطفيا. لقبنا الدكتور ثابت بالاسم سار، أما سوزان فقد عرفت دائما باللقب سوزي، وكان منير يعرف دائما بالاسم توني، والولدان فقد أطلق على علاء الاسم ألان، وعرف جمال بالاسم جيمي. هذه هي الأسماء التي كنا نعرفهم بها دائما. ألان وجيمي
علاء وجمال في قفص الاتهام مع والديهما. لم يكن هذا هو المستقبل الذي كان متوقعا لابني الرئيس من ذوي الحظوة وخريجي أفضل المدارس الخاصة والجامعات بمصر. فبعد مدرسة سان جورج، حيث الدراسة كلها باللغة الإنجليزية، التحق الاثنان بالجامعة الأمريكية في القاهرة. علاء كان أكثر تواضعا وأكثر اجتماعية، بينما جمال كان على شيء من إما الجدية إما البرود، سميها بقى زي ما تسميها. جمال ما كانش بصراحة ليه وجود في الجامعة. علاء هو كان يعني اللي هو مش هقول ان هو كان ظاهر قوي، بس قصدي اذا في حد نسبيا ظاهر فكان هو علاء. جمال كان حاجة يعني في اخوه تاني موجود هنا في الجامعة بس ما نعرفش مين. قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في القاهرة. هنا تخرجت سوزان بعد حصولها على درجتي الليسانس والماجستير، وكذلك الحال بالنسبة لعلاء وجمال. حضر الرئيس كل حفلات التخرج هذه. لم تكن ثمة مشكلة في اختلاطه بالناس في ذلك الوقت. بعدما حاز جمال على الماجستير في إدارة الأعمال، التحق بالعمل في مصرف بانك أوف أمريكا، أولا في القاهرة ثم في لندن. لم يعرف عنه أنه كان يتمتع بروح الدعابة، لكن من المؤكد أنه كان يتوفر على قدر من الموهبة كمصرفي. حي نايتسبريدج لندن. أصبحت المنطقة منذ زمن وطنا ثانيا للكثير من أثرياء العرب. هذا هو منزل جمال مبارك هناك. اليوم تقدر قيمته بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية. يعرف المصريون المقيمون في لندن أن هذا هو منزل ابن الرئيس، لكن القليلين فقط هم من تجاوزوا عتبة الدار. كان عايش حياة طبعا غير الحياة بتاع مصر. يعني هو كان فقط بنشوفه في عربيته الديملر، كان مش مختلط بالكوميونيتي. بينما كان جمال يعيش في الظل في لندن، كان الوضع مختلفا بالنسبة لشقيقه الأكبر علاء في القاهرة. فبالنظر إلى الإشاعات التي كانت تحوم حوله، كان والده قلقا عليه. كان مشغول بجواز علاء، عايز يجوزه بسبب الإشاعات وخايف عليه وعايز يبقى عنده أحفاد وبعدين هو أنجب برضه وهو كبير نسبيا. كانت سوزان هي التي عثرت على عروس لعلاء، فأثناء حضورها لحفل زفاف في مطلع التسعينيات وقع نظرها على وجه مصري جميل. تزوج علاء وهايدي راسخ عام 93 وسكن في هذه البناية في مصر الجديدة غير بعيد عن والديه. من المؤكد أن أسرة مبارك كانت أسرة متمسكة بعاداتها ونظامها. لم يتخلى الرئيس أبدا عن الانضباط الذي التزم به كعسكري. هو الرئيس مبارك يعشق الرياضة، والرياضة عنده شيء أساسي في حياته. وفي عز الحروب والأزمات كان لازم يخلق الميعاد اللي هو يعني ممكن ساعتين الرياضة بتوعه دول يعملهم الصبح، يعملهم الظهر، يعملهم بالليل، إنما حاجة مقدسة عنده. العام 87 ومبارك يبدأ ولايته الثانية. في وقت من الأوقات لم يكن يظن أنه سيترشح لفترة ثانية، لكن عندما حانت اللحظة لم يستطع مقاومة الإغراء والاستمرار في السلطة. ظن الشخص الذي كان ضابطا متواضعا في سلاح الجو أن بإمكانه أن يسير على خطى العظماء. شفنا زعيم، وزعيم عملاق تختلف أو تتفق معاه، جن معلم فاهم واعي يلعب بالبيضة والحجر، رجل دولة حقيقة إنه السادات. ثم جالنا في الأول موظف مش عارف حاجة خالص حتى الوظيفة، وبعدين فرح بيها وصدق، وبعد ما كان بيسأل في كل حاجة تصور إنه معاه دكتوراه في الفلسفة ودكتوراه في القانون ودكتوراه في الكيمياء وفي الطب وفي التشريح. يعني بدءا من 88 وأنت طالع
بيعرف كل حاجة. مر الزمن سريعا وحل عام 93 العام الأخير في ولاية مبارك الثانية، والدستور يقول إن عليه أن يرحل. أما البرلمان فيقول غير ذلك، وها هو يقوم بتعديل الدستور ليستطيع مبارك الترشح لولاية ثالثة. أي إنسان في العالم يقعد في الحكم مدة طويلة، حتى إذا جبت أفضل الناس وكان عنده سلطة مطلقة، بيحصل تغيير في الشخصية تماما. إنه بيتوحد مع الكرسي، بيتوحد مع السلطة، بيعتبر إن هو المساءلة بتاعته ما تجيش من الشعب أو البرلمان، المساءلة بتيجي من ربنا أو التاريخ. أي إنسان إذا جبت نبي ممكن يتغير. لعله لم يكن يظن أنه نبي، لكن عام 95 حدث ما عزز شعوره بالخلود. بعيد وصوله إلى أديس أبابا لحضور إحدى القمم الأفريقية، هوجم موكب السيارات الذي كان يقله. خلال الاشتباك الذي أعقب ذلك، قتل حراس مبارك المسلحين ونجا الرئيس دون أن يصاب بأذى. كانت أسلحة الموت. وعندما عاد من إثيوبيا استقبلته مصر كلها استقبالا رائعا. إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل. هو رجل عظيم، هو رجل كبير، هو رجل يرتبط مصيره بمصير مصر ومصير مصر بمصيره. إنما كان ينتهي العقد الأخير في هذا القرن الماضي حينما كنا نبدأ الألفية الجديدة. أتصور أن مبارك كان يشعر بأنه فرعون حقيقي وأنه نصف إله. نصف إله أم فرعون؟ لا أحد يعلم ما الذي فكر فيه هو وأفراد العائلة، لكن ما نعرفه هو أنهم عندما أحاطوا أنفسهم ببهارج الثروة والمزايا تزايدت عزلتهم عن واقع العامة من المصريين. وكالفراعنة من قبل صدقوا أنه لا بد من أن تنتقل تلك السلطة المطلقة من الوالد إلى الولد، وأن تقبل مصر أسرة مبارك أسرة حاكمة قبولها بالقدر.